حكايتنا عن تمثال من ملامحه يكاد أن ينطق، تمثال من أجمل وأدق التماثيل الخشبية. هو تمثال كاعبر شيخ البلد الموجود في المتحف المصري بالتحرير بالقاهرة. تمثال من أشهر وأروع التماثيل في الدولة القديمة الغير ملكية وأشهرها وأعظمها، حيث أبدع الفنان وبين لينا أروع مثال للنحت على الخشب، فأظهر ملامح التمثال كاملة يكاد أن ينطق. تمثال مصنوع من خشب الجميز، برع الفنان في تطعيم العيون بالبلور الصخري، بما جعل العيون تحاكي الحقيقة كأنه ينظر إليك. أما سبب تسميته بشيخ البلد هو إن عمال الحفر الذي اكتشفوه أصابهم الذهول واتفاجئوا، وصاح أحدهم ده شيخ البلد، نظرا للتشابه الكبير بينه وبين شيخ البلد بتاعتهم. ولكن التمثال الحقيقي هو كاعبر رئيس الكهنة المرتلين، وكاعبر له تماثيل أخرى هو وزوجته من الخشب أيضا، تم اكتشافه من قبل العالم الفرنسي أوغست ماريت بالقرب من هرم أوسر كاف سنة 1860 بمنطقة سقارة، الدولة القديمة الأسرة الخامسة، وحاليا بالمتحف المصري بالتحرير.